السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس بجد والله دولي بالشفا. تعبانة جدا جدا وبمنتج الفيديو والله وبتكلم بالعافية. عندنا نزلة شعبية وعندي احتقان والدنيا يعني، والحمد والشكر ليك يا رب على كل شيء. كل طلبة منكم بعد الوقت فاضل وليس امرا تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو. حبايب قلبي الحلوين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل قصه المانجا دي. كنت عند امي كده في زياره بريئه كده، لقيتها بتقول لي ايه وانا مروحه: خدي الكيس ده اخوك سايبهولك، خير لما اجعله خير. الكيس ده ببص لقيت مانجا. يا صلاه النبي، احسن ايه مانجا في الشتاء؟ يا ايه الحلاوه دي، احنا ما شفناش في الصيف يا جدعان السنه دي، او ما خدناش راحتنا معاها في الموسم بتاعها. العاصفة الترابية السنة دي في محافظتنا ضربت موسم المانجا كله وحرقت الشجر صراحة. والمانجا كانت غالية جدا، ما جبناش يعني كده براحتنا زي ما بنجيب كل سنة. كنت عاملة فيديو حتى السنة اللي فاتت صراحة وجاب نسبة مشاهدة في القناة عندي ما شاء الله. وعايزة اقول لكم كانت المانجا كانت في اسعارها ب10 و15 و20 و30 جنيه. كان اغلى سعر في السنة اللي فاتت، في الموسم بتاعها السنة اللي فاتت. لكن السنة دي عايزة اقول لكم المانجا كانت اقل مانجا سعرها كان 30 جنيه، عكس تماما السنة اللي قبلها. وكانت وصلت يعني عايزه اقول لكم المانجا دي عندنا دلوقتي في الشتا ب50 و60 جنيه. انا مش عارفه صراحه اسمها ايه، امي قالت لي على اسمها بس انا صراحه نسيت اسمها، غريب شويه وجديد كمان. بس بجد طعمها عامله زي المانجا، ايه الزبده، إيه طعمها حلو قوي 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 صراحه. والسكري مده ميكس كده على الزبده والسكري. بجد حلو قوي، منتشر عندنا في محافظتنا صراحه في الشتاء. إيه، مش عارفه يعني هي دي زراعه مانجا شتوى ولا ايه بالظبط، مش عارفه. او كانت كل شتاء سنه بتيجي في شتاء، بس انا ما اعرفش صراحه. انا لقيت فجاه كده منتشره عندنا السنه دي جدا جدا في الشتاء. فمستغربه ازاي يعني في مانجا في الشتاء ما كانش موجوده في الصيف. فقالوا ده هي اسمها المانجا كده، مش فاكره والله برضو المهم بقى مع ايه جت وخلاص والحمد لله، وجايلنا ببلاش كمان ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يعمل البيت اللي جابها لنا. هنعمل بقى ايه منها عصير وناكل منها ونظبط الدنيا بقى كده، واوريكم بقى نعمل ايه. احنا كده خلصنا كميه المانجا. عايزه اقول لكم 3 مانجات دول تقريبا المانجا الواحده معديه كيلو ونص. انا كنت شايلهم صراحه وانا مروحه، كان تقريبا معدين 5 كيلو. كانوا تقال جدا جدا الصراحه، وخصوصا ان هي كانت محجره. امي كانت عيناها بالفريزر، كنت عامله زي ما يكون زلط كده، وكانت محجره جدا صراحه. فسبتها على 5 ساعتين 3 برضو. في الساعه اللي احنا فيها دي بس ما لانتش قوي صراحه. كنت انا بعملها ايديا كانت يعني خلاص، يعني حسيت ان الدوره الدمويه وقفت فيها. كنت شويه كنت احط ايدي تحت الميه السخنه عشان اعرف ايه اكمل شغل. هناخد بقى جزء من الكميه بتاعتنا حطيناها في شبشب الخلاط، وحطينا كميه السكر اللي احنا نحتاجه كل مره واحده. تمام، ما مش محتاجه نحط كل شويه ايه، كل ما اجي اعصر احط سكر. ونحط كميه ميه صغيره خالص عشان نخلي القوام بتاعها تقيل، ونخليها ايه منجي عصير كده خام. نبقى ناخد منه بقى ايه ونزوده ميه لما نيجي نحتاج ونشرب منه. بصوا هنضربها ضربه حلوه قوي خالص كده جدا في الخلاط، ضربه حلوه قوي خالص جدا في الخلاط، حلوه الجبنه دي. تمام. وهنوكوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بجد هتعجبكم جدا جدا. انا ما صدقتش طعمها ولا حلاوتها بصراحه. دايما متعوده كده وعارفه طول عمري ان الحاجه بتعمل في مش الموسم مش بتاعها ما تبقاش طعمها قوي زي الموسم بتاعها. لا بجد بجد ده عدت جامد صراحه على الموسم بتاعها كمان. هناخد بقى باقي الكميه كده، بس هنسيب لهم حبه عشان هم يعني قالوا سيبوا لنا بقى عشان ناكلها كده قطعه كده. قلت له مفيش مشكله. هناخدها بقى ونوريكم برضو القوام. انا عملت الحبه الاخر دول اتقل من الاولين كمان، يعني ما حطيتش فيهم ميه كمان، يعني ضربت كده من غير ميه. انا التاني ضربت كده شويه حبه ميه بس إيه يعني اهو برضو كنت ممكن ما احطش ميه بس حطيت بقى ميه. هنا بص دي عشان ما حطيتش فيها ميه عامله ازاي. قوامها عامل زي ما يكون ايه يعني قوام كيك كده. بص طعمها جميل يعني. هحطها بقى في الفريزر بقى ونطلع منها حسب ما احنا نحتاج، بس هنزودها ميه عشان ان هي خام كمان. هنخففها بميه. نحط بقى في 3 بولات دول كده للحبايب الحلوين. هتحب بقى تعمليها صوص شوكولاته على الوش، حابه تحط اي حاجه، بس يعني احنا لازم يعني احنا عارفين ان هي اصلا من غير اي حاجه هتتاكل. المانجا دي بكل اشكالها بتتاكل، مش محتاجه حاجه تزينها. احنا لو في طن المانجا هنقوم بالواجب صراحه ما شاء الله. يعني احلى فاكهه، ويعني اللي احنا بنعشقها عشق كده وما نشبعش منها. ولو في حتى اكبر كميه منها قدامنا احنا ما نشبعش منها. الفيديو بتاعنا خلص حبايب قلبي، لايكاتكم حلوه، ربنا يبارك فيك يا رب. اشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.